ثنائي القطب أو زي ما هو مشهور في البايبولر هو عبارة عن إن المريض بيكون في حالة اكتئاب صريحة بكل أعراض الاكتئاب، من فقدان شغف وانعدام طاقة ولخبطة في النوم وانعدام شهية وضعف في الوزن وتبلد مشاعر. أعراض اكتئابية صريحة بتاخد معاك فترة من الزمن، 2-3، بعدها بتدخل في مرحلة استقرار، إنسان طبيعي جدا ومشاعرك طبيعية زي أي إنسان. بعد المرحلة دي بتدخل في مرحلة هايبر اكتف، نشاط زيادة، أفكار كتير جدا، ما بيجيلكش نوم نتيجة الأفكار، عايز تتحرك وتروح هنا وهنا وهنا، تفاؤل شديد جدا. علشان كده سمي ثنائي القطب، إن في قطب منه اكتئاب والحالة تحت خالص، والقطب التاني وهو عبارة عن هوس أو هايبر اكتف والحالة فوق خالص، يكونوا عكس بعض عشان كده سمي ثنائي القطب. طيب هل ممكن يجي واحد منهم بس؟ لا، لانه لو جه قطب واحد هو الاكتئاب هيبقى بالتالي هو مريض اكتئاب مش ثنائي قطب. طب لو جه القطب الثاني وهو الهايبر اكتف، في الحاله دي هيكون اسمه مريض هوس مش ثنائي القطب. فثنائي القطب لازم يجي فيه القطبين دول، قطب اكتئاب وقطب هوس او هايبر اكتف.